أويلي يابا تعالوا نحضر أطيب دجاجة على الفحم بطريقتي. جربوها وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا الفيديو عجبكم لا تنسون تحطون لايك وتسوون لنا متابعة. هسه يابا نجيب الدجاجة ونقعدها بهذا الشكل، ومثل ما تشوفون بالفيديو من الجناحات نلزمها بهذا الشكل ونفتح الدجاجة. بعدها ننظف الأشياء اللي موجودة بداخلها ونغسلها، ونبدي نشرحها بهاي الطريقة حتى التتبيلة تدخل عندنا من كل الجهات والدجاجة تصير كلش طيبة. طبعا أنا ما أحكي لكم 50 سنة بالتشريح. المهم بعد ما كملنا تشريح أو تقطيع نشيل الأشياء الزايدة من الدجاجة ونقطع الأظافر مال الأجنحة وناخذ شوية من الطنابل. بعدها يابا نجيب طاسة ونخلي الدجاجة ونرشلها شوية خل وملح، ونجيب ليمونة نفركها، وبعدها نغسلها كل زين بالماء ونتركها تنشف أقل شي ربع ساعة. بعدها يابا نرجع نجيب الطاسة ونضيف شوية ماء ونضيف زيت ونضيف ملعقة كوب معجون. بعدها يابا ننزل البهارات اللي هي عبارة عن زنجبيل، كمون، كاري دجاج، هيل، أورجيانو، وفلفل أسود، وضفت بودرة الثوم وبودرة البصل، وبعدها عصرت نص ليمونة، وطبعا أكيد ما ننسى الملح حسب الرغبة، ونضيف ملعقة كوب تقريبا لبن، وأهم شي دبس الرمان. وبعدها نجانسها كل زين وننزل الدجاجة ونخليها أقل شي ساعتين بالثلاجة. شوفوا شلون صارت عندنا. وهسه يابا راح نسوي صلصة السقسقة على قولة اخواننا السوريين. نجيب كاسة ونضيف شوية معجون طماطة ونضيف سماق ونضيف زيت، وبعدها نضيف بهارات بودرة الثوم وبابريكا او تضيفون بهارات دجاج ورشة ملح ودبس الرمان، ونعصر ليمونة ونجانس المكونات. صارت عندنا جاهزة. هسه يابا نجي على اهم فقرة اللي هي فقرة الشوي. اهم شي يابا النار شوية تكون بعيدة عن الدجاجة، والشغلة الثانية لازم كل 3 دقايق 4 دقايق تقلبوها على جهة، وتقريبا تاخذ وقت وياكم من 30 إلى 45 دقيقة. طبعا احنا نقعناها بالمي. شنو فائدة المي؟ حتى مثل ما تشوفون الدجاجة ما تيبس، يعني تبقى بيها رطوبة. وبعد ما تستوي الدجاجة عندنا ندهنها ونخليها دقيقتين على النار، وصارت جاهزة. وألف ألف عافية. لا تنسون تحطون لايك وتسوون لنا متابعة إذا الفيديو عجبكم. مع السلامة.